السلام عليكم، صباح الخير او مساء الخير على حسب الوقت اللي هتشوفوا فيه الفيديو. ازيكم احبائي احباتي اصحابي صحباتي، يا رب تكونوا بالف خير. وحشتوني كتير كتير. ولو اول مره تشوفوا كلمه من الزر الاحمر اللي تحت الفيديو وفعلي الجرس على الكل عشان يوصلك مني كل جديد، وده ارزعي لي لايك جامد كده حبا في الله. ويلا بينا على الفيديو على طول. ازيكم؟ وحشتوني كتير كتير والله العظيم. بعتذر جدا انا تاخير، بقالي شهور كده غايبه، بس يلا الحمد لله مشاكل كده وراحت لحالها، وتعب كمان صحي الحمد لله. برضو ظهري وجعني جدا والله العظيم. بحمد ربنا على كل حال، بس واحده واحده كده طبعا عشان القناه ما تطرش مني، انا تعبت فيها كتير. فيا ريت تشجعوني كده وتدعموني بلايك، ويا ريت كده تشيروا لي فيديوهاتي كده حبا في الله، وبقى يعني جزيل الشكر ليكم جميعا. زي ما شفتوا بقى طلعت بقى شنط الشتوي من تحت السراير كلها، ودخلت بقى على البلكونه خليتها زي الفل، وكنت غاسله غسيل هنشره بقى دلوقتي تمام. وهدخل تاني على الأوضة، هرتب بقى السراير وافرش الملايات، وطبعا وهمسح بقى من تحت السراير، علشان طبعا الشنط الشتوي كلها كانت موجودة. عايزة اقول لكم يعني حوالي 15 شنطة ولا حاجة. هنا بقول لكم بصوا بقى، انا كده كنت خلاص طلعت شوية اللي هما اللي انتوا شفتوهم في بداية الفيديو دول من السرير، بصوا ده، وبعد كده فرشته بصوا اهو، وبعد كده رحت على السرير التاني هطلع لسه تاني من تحت، ويا لهوي ده هم ما يتلم ده. احنا بصوا الدنيا كلها اتفرج عليا ومن سويتي في ظهري. نحمد ربنا على كل حال برضو. فيعني روتين خفيف كده سريع طبعا بعد الغيبة الطويلة بتاعتي دي. وعايزة بقى يعني ده يعتبر كده اول تنظيفات وترتيبات شتاء 2023 صراحة يعني. وهدخل بقى دلوقتي على المطبخ بقى. ماما النهارده الخميس كانت ماما صايمه، وعايزه بقى محشي كرنب بقى، وهعمل ممبار. بص بقى يعني خلطه بيضه النهارده في العجين زي ما بيقول خدتها كده بقى. فبقول لكم بقى الفاضل الجنب ده هعمله. يبقى انا الاوضه دي روقتها وطلعت الشتوي منها، بصوا مقرعه كل حاجه، الكنبه هو والارض وكل شيء، علشان ان شاء الله يعني ايه نغسل بقى ونفرش كده على النظافه. بصوا الشنط يا بنات قد ايه، يا الهي العالمين. هطلع بقى يعني هرجع بقى، بس ده هيبقى فيديو تاني ان شاء الله. هرص كل ده معاكم وارتب كده الامور، بحيث طبعا الجو ابتدى خلاص يسقع يعني وكده. بالليل بيبقى ساقع بصراحه، بس الصبح بيبقى تحفه، بس بالليل بيبقى ساقع. فدخلت بقى على المطبخ على طول. حبيبه جابت لي خضره، كانت رايحه الدرس الله يبارك لها، قلت لها هاتي لي خضره. وانا طبعا كان عندي الممبار في الفريزر منضفاه وشايلاه وحاطاه في ليمون. وكرنبايه هدى برضو جابتها لي وهي رايحه تودي ابنها الدرس ام ياسر. فما نزلتش بصراحه، انا خدت اليوم كله كده في الشقه والترتيب وتطليع الشتوي وزي ما شفتوا معايا كده. فهم جابوا لي الحاجات دي من تحت، وانا طبعا عندي الرز بتاعي الحمد لله، وعندي التوم في الفريزر، وعندي وكمان التسبيكه مسبكاه وحاطاه في الفريزر. واخر كيس عندي الحمد لله لسه هجيب برضو ونعمل سوا ان شاء الله تاني باذن الله. فبصوا كان يوم يعني ما يعلم بالله ربنا مليان جدا، والميه قطعت يا والنور قطع مش عارفه، هو انا كل ما ابتدي هيحصل حاجه برضو نحمد ربنا على كل حال. هنا بقى رحت حطيت بقى الميه كده في الخضره كده تتغسل تنقع شويه. وهنا جبت بقى الحله اللي هسلق فيها الكرنب، حطيت ملح وكمون فيها. وظبطي خطواتك، بصوا ظبطوا حالكم، وهتلاقي الوقت بيمشي معاكي وانجزتي حالك وعملتي كذا حاجه ورا بعض. حطيت الميه بتاعت الكرنب، وجبت البصل اهو قشرته، والخضره كمان اتغسلت، وكمان الممبار بتاعي فك الحمد لله هغسله. وهنا بقى رحت جايبه الكبه بتاعتي، وكنت بتكلم مع حبيبه هنا، كانت هي جت من الدرس وراح درس تاني رحت جايبه الكبه بتاعتي بقى والبصل بتاعي، وبصلتين حلوين كده كبار، وقرن فلفل كده اخضر. قلت لها ساعتها روحي يا حبيبه هاتي لي قرن فلفل من التلاجة وتعالي بشغلها، لازم اشغلها برضو شويه. ربنا يعينها بقى، يا في اعداديه اهي، ادعوا لها كده يا جماعه ربنا ينجحها كده ويكلل كده تعبها بالنجاح ان شاء الله. مع انها ما بتتعبش قوي بصراحه يعني، لكل مجتهد النصيب، بس انا شايفاها انها مقصره برضو في المذاكره وكده. فيعني يمكن مع الوقت برضو كده تبتدي بقى ايه تشجع كده وتجدع عن نفسها، مش عايزه اضغط عليها. فواحده واحده كده ان شاء الله، وربنا بالتوفيق يعني. خلصت بقى البصل بتاعي، بصوا جبت الطماطم والثوم وجهزت كل حاجتي. الله اكبر الله اعظم، المغرب بيأذن فهيخلص اذان بقى ونرجع نكمل ان شاء الله. ورجعنا تاني بعد اذان المغرب. انا دلوقتي بسجل والله يوم الجمعه بعد صلاه المغرب، اقسم بالله يعني الفيديو ده متصور امبارح الخميس.
فطبعا كان عندي كذا حاجه وكده، فقلت بقى ايه ده، انا ما منتجتش الفيديو، اخش جري بقى عشان اعمل واحد تاني وكده. فدلوقتي بقى خلاص، الكرنبايه كانت لسه في الطريق يعني، خلاص هسلقها. هنا بقى اتحط البصلتين اللي انا عملتهم كده بقرن الفلفل وبتاعت مرق الدجاج وشويه كزبره كزبره ناشفه يا بنات، بتبقى تحفه مع البصله كده، بتدي نفس رائع بصراحه يعني. وطبعا غسلت الرز بتاعي وحطيت بقى التوابل بتاعتي، الملح، الكمون، الفلفل، الكزبره الناشفه، السبع بهارات، القرفه. يعني مش حابه تحطي قرفه براحتك ما تحطيش، بس انا بحب القرفه في كل حاجه. القرفه يا بنات تحفه تحفه، بتدي نفس رهيب، وبالذات طبعا الحاجات اللي فيها زفاره، الكبده يعني بصراحه، حتى لو تحطي شعاري كده حاجه بسيطه بتدي نفس رهيب. بس هنا بقى بصوا القوطه هي اخر كيس عندي في الفريزر المتسبك برضو حطيته. وطبعا انا هعمل الممبار وهعمل ايه الكرنب، فانت لازم تزودي شويه رز كمان. تمام. يعني انا بشوف دايما الممبار، مثلا انا هعمل مثلا كيلو ممبار، بعمله مثلا كيلو الا ربع رز. يعني الكيلو ممبار بيبقى عليه كيلو الا ربع رز. ف طبعا عشان انت مش بتخفي يعني بتخففي الرز شويه في الممبار عشان ما يفكش في الحله. تمام. بس هنا بقى رحت عامله بقى المحضره كده، انا خلصت الخلطه بتاعتي وحطيت الخضره بتاعتي بتمام وزيتي ودهوني وكله زي الفل. وهعمل بقى الميه اللي انا هسلق فيها الممبار، على ما تغلي هكون انا حشيت ان شاء الله. حلو، قولوا حلو. زي ما بقولك كده، نظمي وقتك ورتبي خطواتك، هتلاقي نفسك ان انت بتنجزي بسرعه جدا وعملتي حاجات كتير، وبرده بنظافه وباهتمام وكل حاجه وزي الفل. هنا حطيت بقى شويه كزبره ناشفه، كزبره خضراء وكزبره ناشفه وورق لوري وكوبا صيني كام واحده كده، وبرده شويه القرفه والفلفل الاسود والكمون. بصوا خليتها عنب، وغسلت الكبه مكان شويه البصل اللي فيها وحطيتهم برده عليها. حلو، قولوا حلو. هنا بقول لكم تعالوا بقى نشوف الكرنبايه. بصوا طبعا دي صغيره على الحله، الحله صغيره عليها، فهعمل ايه؟ طبعا الكرنبايه ما شاء الله معايا مورقه وزي الفل. بصوا بتشوفوا اتجاهها، بصوا من ورقه اهي، دي الورقه اهي، يعني اللي هي عاشق ومعشوق، يعني الكرنبايه بتبقى عاشق ومعشوق. بجيب اول واحده وبشوف هي اتجاهها فين من عند الراس، وايه بروح بسحبها من عند الراس كده واحده واحده اهو. بصوا اهي، يبقى هي دي بقلب عندها وبسحبها، بتطلع معايا بصوا بكل سهوله وزي الفل وما بتقطعش معايا. اتمنى تكون يعني ايه، اللي مش عارفه، البنات اللي مش عارفه عرفت الطريقه اهو، ان انت تفككي الكرنبايه. مش شرط تحطيها كلها في الحله، ممكن تفككيها ازاي. يا رب بس تكون الطريقه وصلت لك. بس هنا بقى خلاص سلقت الكرنب بتاعي، هروح بقى احشي. حضرت كل حاجه جنبي، الطبق اللي انا هفضي منه شويه احشي منه طبعا علشان زفاره الممبار. او بصوا النور قطع، شايفين اهو، سامعين، شايفين اللي بيحصل معايا. رحت طبعا فلاش الموبايل على طول، رحت مفضيه شويه عشان احشي بقى الممبار بقى في بوله لوحده اهو، علشان ما تزفرش التانيين، عشان لسه هحشي الكرنب. وطبعا ماما كانت ساعتها بتصلي، فقلت لها خلاص يبقى ماما تعالي قطعي لي بس الكرنب ايه، وانا هحشي وراكي ايه على طول، برضو بسليها يعني. اهو بصوا الممبار بيتحشي بطريقه سهله جدا جدا يا بنات والله. بصوا احلى حاجه، انا عامه اديلي 10 كيلو ممبار احشيهم لك وانا مبسوطه جدا. يعني الحشو بتاعه حلو جدا وسهل جدا جدا وسريع جدا. بس بصوا بقى بعمله انا زي حدوه الحصان كده، تيجي تحطيه في الحله بقى ايه، حدوه حصان كده بتلاقيه ملوي كده. بصوا بالطريقه دي، بصوا بتمسكيه من الاطراف وكده وبتروحي حاطاه في الحله. طبعا انا حشيت في ثواني كده، شغل سرعه، شغل ماجيك. طبعا ده كيلو ممبار. بصوا بقى الحله كانت غليت معايا، وكمان كنت وطيت عليها يا بنات، سبتها شويه عشان ما تنشفش الميه. وبجمع بقى الممبار، بصوا زي حدوه الحصان كده، كل واحده حدوه حصان وبحطها، بيبقى ملوي كده، بيبقى شكله حلو جدا بصراحه، بدل ما بتبقى الممباريه واقفه كده، لا مش بحبها كده. فبتدي شكل جميل قوي ومدور كده، نص دايره يعني حرف سي كده، في التقديم بيبقى حلو جدا. بس هنا هكمل بقى ايه حاجتي، هحط الممبار بتاعي كله وهغطي عليه ومع نفسيته ايه على الاخر، وهروح للمستند التاني اللي هو الايه الكرنب. طبعا والله العظيم ماما فطرت بعد المغرب يعني بحاجات بسيطه يعني مش قوي يعني. تعالوا هنا نروح لايف نشوف هنعمل ايه. بغلي له ميه بقى، شوف هنعمله ازاي دلوقتي. دي بقى واحدين كوفي ميكس، الشاي بتاع ماما، على بقى الميه بتغلي هي الكرنب. حضرت له بقى الطبق اللي احط فيه الشوربه بتاعته، قطعتين زبده كده فرن، وواحده مرقه، وشويه كمون. بيدي طعم تحفه احسن من الشوربه بمراحل.
بامانه الله. وده هنا الممبار معايا شغال اهو ما شاء الله زي الفل اهو. احط بقى المحشي جنبه يبقى كده تمام، عشان ماما صايمه والمغرب اذن ولسه ما خلصتش هو على السوا بس. كنت سلقه لها بيضتين اهو والله لقيتها صايمه النهارده، فما حصلش نصيب بقى لسه كان جاي لي ورد جميل كده، بصوا الجمال. حطيته بس يعني دبل بقى خلاص يعني، بس بقى له كتير قوي. جميل تحفايه. اهي بقى حطيت الميه، الزبده هتسيح مع الميه السخنه اللي بتغلي اهي. شويه الكمون والمرقه كمان هتسيح اهي، ابتدت تسيح اهي. طيب يشرب اهو. طبعا الرز ده بياخد ميه كتير. كده اقلب كده اقلبها كويس كده. بصوا الشوربه ده نزلت تحت ازاي، حلو قوي بقى كده. كده مستواها حلو جدا. هبتدي اعلق بقى عليها. هنا بقى الحمد لله اكلي خلص وحمرت الممبار، وبعد نص ساعه من المغرب بالظبط. يعني الممبار اصلا ما خدش سوا خالص. بصوا بقول لكم عملته نغسته بايدي كده انه يعني مستوي زي الفل. ودول المسلوقين بقى، لان انا باكل الممبار مسلوق يا بنات، بحبه مسلوق جدا. بصوا المحشي بتاعي كمان تمام التمام. هنطلع بقى ونفطر، وماما تفطر بصراحه يعني استحملت معايا كتير بصراحه. طبعا ميه قطعت والنور قطع ومش عارفه ايه، وانا كنت متاخره شويه عشان الخضره جات لي متاخر اما حبيبه جت من الدرس الاولاني. بس ده كان الفيديو بتاعي النهارده، ويا رب يكون عجبكم. حاجه سريعه كده وخفيفه كده على قلوبكم كده بعد الغيبه الطويله بتاعتي، وادعوا لي كده. وان شاء الله كده كلنا في امان الله، والى اللقاء. باي باي.